صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة مهما حصل ومهما كان. إحنا 7 و8 طبعا دول موسم الأجازات بقى. الناس اللي جاية من الخليج، إخواتنا وأصحابنا وحبايبنا اللي جايين من الخليج، اللي بيشتغلوا بره، اللي مهاجرين حتى ساعات بينزلوا في 7 و8. فبتبقى من اللحظات الحلوة وبيبقوا وحشنا جدا، ونفتكر بقى أيام زمان والفراق والشحتفة والحاجات كلها. بس في عادات جديدة وتصرفات جديدة بقت للناس اللي نازلة أجازات في الفترة الحالية. أولها الجملة الشهيرة. الجملة الشهيرة بعد ما يقول لك وحشتني وازيك ومش عارف ايه، يا جماعة هو انتوا عايشين ازاي؟ ما تحسسنيش ان انا عايش انا توم هانكس في جزيرة في المحيط الأطلنطي. الحمد لله عايشين يا عم، وبناكل وكويسين وهو قاعدين معاك ولابسين. أنا مش جالك بلبوص يعني مش جالك بلبوص وضلوعي داخله لجوه من قله الجوع. فبلاش جمله انتوا عايشين ازاي. يعني هتلاقي كل الناس دلوقتي بتقول يا جماعه انتوا عايشين ازاي بالاسعار دي. الحمد لله عايشين، ما تدوسش على الدمل وتقلب علينا المواجع. خليها سلامات وشحتفه بس. تاني حاجه، في اي خروجه تقعدوا في اي حته، مطعم، كافيه، كافيتيريا، تجيبوا قهوه من الشارع، ان شاء الله تجيبوا ب 10 جنيه عيش بلدي من الفرن، هتلاقيه مش عايز يدفعك. هو خلاص بقى بيتعامل معاك ان انت من مستحقين الصدقه. خلاص انت غلبان وصاحبه اللي هو عزيز قوم ذل، فانا مش هدفعك سواء انت او انت. يعني انا بكلم الراجل، يعني صاحبتك لما تيجي وانت صاحبك لما بيجي. يا عم ما تخلينا زي زمان. ده انت زمان كنا بنضرب بعض على حجرين معسل، مين فينا اللي يدفعهم ومين اللي شرب بالليمون وما جرى ايه. ما انت نسيت ايام ما كنت بتقعد ما تفتحش ازازه الميه عشان ما تحاسبش عليها. فيعني انا عارف ان ده حب واخوه وكل حاجه، وانت حبيبي وكده، بس يعني سيبني ادفع. ما تحسسنيش ان انا من متضرري الزلزال. يعني ما تحسسنيش ان انا صعبت عليك لدرجه انك مش عايز تدفعني على القهوه 50 جنيه. يعني ما يعني مش دي اللي هتبين لي حبك. يعني بتحبني شوف لي عقد عمل معاك، يعني لو بالمنطق يعني. لكن بلاش الجو بتاع اللي هو مش عايز تدفعني اي حاجه. يعني ده مش لطيف. تالت حاجة وده المهم جدا، موضوع المقارنات بقى اللي زاد. يعني كل ما تيجي تدفع تمن حاجة تقول اصل عندنا ارخص، اصل عندنا الكواليتي، اصل مش عارف انتوا ايه ناقص عندكم، هو انتوا ايه لسه ما انتوا ازاي عايشين من غير مش عارف ايه. بلاش عندنا وعندكم. بص يا حبيبي، لو انت جاي من الخليج فانت مربوط باستك وهتلف تلف وراجع تاني. فما فيش عندنا وعندكم، ده عندنا كلنا. يعني فاهم. فبلاش المقارنات اللي زادت قوي وعندنا وعندكم، وتقارن سعر الحاجه وهناك الكواليتي احسن وهناك مش عارف ايه اكتر وهناك الانواع ومفيش حاجه ناقصه، وبخش السوبر ماركت اجيب مش عارف ايه. فتلات حاجات اخواتنا وحبايبنا بطلوها الله يكرمكم عشان الاجازه دي تعدي على خير. بلاش عايشين ازاي، بلاش مقارنات، بلاش تعاملني ان انا مش عايز تدفعني. ده صاحبي وحبيبي وكفاءه وكل حاجه. والحمد لله على السلامة، وصباح السعادة.